صدق رسول الله. النبي حيقول لك أنت أهبل؟ أنت فهمت من كلامي أنني أوثق كل من في جيلي من المسلمين؟ أنا ما قلت هذا. كيف أوثق والله أنزل علي في أحد أصحابي إن جاءكم فاسق بنبأ؟ نزلت في مين هذه؟ في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. حتقول لا 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 القصة ضعيفة، قال بعض العلماء لا لا لا، القصة بعد دراسة أسانيدها وهي كثيرة جدا لا يمكن أن تكون ضعيفة، بل هي قوية صحيحة قطعا. وعلى كل حال المفسرون والعلماء كفونا المؤنة. ابن عبد البر وأبو الفرج ابن الجوزي حكيا الإجماع على إيه؟ على تفسير الآية بهذه القصة، ما فيش شك فيها إجماع. لذلك لا تكاد تعثر على مفسر معتبر إلا قال الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. على كل حال إن لم تنزل فيه فهذا صاحب من أصحاب رسول الله وهو فاسق بلا مثنوية، بما ثبت في صحيح مسلم من شربه الخمر، بل إدمانه على شرب الخمر، هذا في صحيح مسلم، وصلاته بالناس حين كان واليا عليهم بالكوفة من قبل أخيه لأمه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه. صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات، ما شاء الله، يعني دبل. وبعدين سلم وسكران طالع ريحته، قال لهم أزيدكم؟ بدكم كمان؟ يعني مش مكفي 4؟ فقال ابن مسعود لم نزل معك من اليوم في زيادة. قال له ديننا كله فسد. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسعود كان من المنكرين، ابن مسعود أنكر على عثمان بعض الأشياء وأنكر على معاوية أشياء كثيرة في الشام مثل عبادة وأبي الدرداء وكذا. قالوا لم نزل معك منذ اليوم في زيادة. قال له ما شاء الله عليك، قال له ما شاء الله. وبعدين حد، هذا في صحيح مسلم، حد حد الشارب حده سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، واخوه لامه واخوه لامه، ثم عزله عن ولايه الكوفه، وضع عليها سعيد بن العاص على ما اذكر، سعيد بن العاص. وبعدين حتى شوف خاتمته ذهب يرتاد ارضا يجد فيها من يعينه على اي فسقه، فطاب له هواء الرقه بالجزيره، وجلس هناك في جماعه من النصارى كانوا ينادمهم ويشربون الخمر حتى مات، والله اعلم بنهايته. هذا الرجل روى الذهبي في النبلاء قال الإسناد قوي والسياق في الكفار. اتركنا، أنت تقول إسناد قوي، وهذا ما ثبت عن عن عطاء أيها الإخوة ابن يسار، ثبت عن عطاء ابن يسار وعن السدي، والإسناد قوي كما قال الذهبي. جرت مخاصمة بين علي وبين عقبة بن أبي معيط ومعه ابنه الوليد. فماذا قال الوليد؟ قال لعلي اسكت، قال لعلي أنا أفصح منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد، وفي رواية أملأ للكتيبة منك. قال اسكت إنما أنت فاسق، اسكت يا فاسق، عارفك أنا. فأنزل الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الذهبي الإسناد قوي والسياق في الكفار. يا أخي في الفساق هذا فاسق، والرجل فاسق بلا مثنوية. ويكفي إجماع المفسرين الذي حكى ابن عبد البر وابن الجوزي على أن آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما، وسنحكي القصة على جهة الاختصار لكن